من بعد ما شفنا الشرح ديال كل عنصر من لي شارج انديريكت اللي هما المصاريف غير مباشره، في هذا الفيديو اجي نعرفوا كيفاش نحسبوه. نبداو باول عنصر اللي هو الماركتينغ. غادي تجي لهاد الورقه اللي فيها دي زانيكس شارج انديريكت، غادي تلقى بزاف تاع الطابلويات، كل طابلو كيمثل عنصر من العناصر. نبداو باول حاجه الماركتينغ، نشرحوا الاساسيات ديال هذا الطابلو. كيتكون من عناصر فيه ماركتينغ سميه تاع الطابلو، الكومبان بيبليسيتير اللي هي الحمله الاعلانيه، واش بتتضمن هذه الحمله الاعلانيه، واش منتوج اللي هو برودوي ولا ريزو سوسيو يعني هذوك القنوات الاجتماعيه ديالك، ولا سيت ويب الموقع الالكتروني، او لا ايماج دي مارك يعني صوره للعلامه التجاريه ديالك. وعندك بزاف تاع العناصر على حساب انت والمشروع ديالك. هنايا غادي نجيو غادي نلقاو البيدجي يعني الميزانيه اللي كتحدد لكل عنصر. هنا غادي نلقاو لو نومبر دي جور يعني عدد الايام اللي بغيتي تخسر فيها هذيك الميزانيه. عندنا لو كو بار جور يعني تكلفة حسب اليوم. إلا كنتي كتخدم بالنهار راه غادي تخدم بهاد جوج تاع الخانات، لو نومبر دي جور مع لو كو بار جور. كنتي بتخدم بالشيفر دافير غادي تخدم بالشيفر دافير، غادي تحط شحال من برودوي بعتي، وهنا غادي يطلع ليك لو كو بار شيفر دافير يعني التكلفة حسب المداخل ديالك، وغادي تعطاك توتال بشكل تلقائي. نديرو مثال، نعتبروا بنا نديرو حملة إعلانية للمنتوج ديالنا، يعني غادي يجيو لهاد البرودوي حطوا ليه الميزانية ديال مثلا درنا ميزانية تاع 1500 درهم لمدة 15 يوم. التكلفة ديال كل نهار تقامت عليا ب 100 درهم. يعني في هذه الحالة إلا كنت باغي نخدم حسب اليوم غادي يجي نحط في الطابلو ديالي 100 درهم ونطبقها على 15 اليوم. رجعوا للطابلو ديالنا، عندك الحالة الثانية إلا بغيت نخدم حسب المبيعات. هنايا كنا ديجا شفنا في الفيديوهات السابقة كيفاش نعمروا الشيفر دافير. مثلا نعتبروا درنا المبيعات تاع واحد المنتوج اللي درنا ليه حملة إعلانية 400 مبيعة ولا 600 مبيعة، بنا نجيو بشكل تلقائي بنا نلقاو هنايا ولات عندنا 600 مبيعة. وفي ذاك النهار حددنا ميزانية تاع 1500 درهم في الحملة الإعلانية اللي هي تقام عليا كل مبيعة ب2.50. يعني من ذاك النهار تقام عليا ب1500 درهم. يعني بنا نجيو نعمرو في الطابلو ديالنا النهار الاول 1500 درهم اللي حققنا فيه 600 مبيعة. ديروا مثال ثاني، نعتبروا مثلا درنا واحد الحملة الإعلانية اللي ريزو سوسيو 600 درهم لمدة 15 يوم، فتقام عليا ب 40 درهم لكل نهار. يعني الإجمالي تاع الحملات بجوج هو 140 درهم لمدة 15 يوم. غادي نجيو نحطوها في الجدول ديالنا 140 درهم لمدة 15 يوم. أما إلا بنا نخدمو حسب المبيعات غادي يكون المجموع ديال المصاريف ديالنا في الحملة الإعلانية هي 2100 درهم. يعني غادي يجيو نحطو هنايا في ذاك النهار اللي حددت فيه هذيك الحملة الإعلانية ودخلت فيه هذيك 600 مبيعة 2100 درهم. رجعوا للطابلو ديالنا، وراه أي حاجة بغيتي تزيدها ديما كتخدم بالمجموع ديال الأيام حتى طولك بالأحمر. وكذلك إذا كنتي بتخدم بالمبيعات حتى هو كتخدم بالمجموع اللي مع المبيعات. ندوزو للطابلو ديالنا ثاني اللي هو البروسبكسيون كليون يعني التنقيب على زبناء جداد. حتى هو نقدروا نعتبروه نوع تسويقي يعني الماركتينغ، ولكن انا عزلت لكم حيت درت فيه واحد الخاصيه تاع اي حاجه تطبع. فاش كنبغيو كنطبعوا كونتيتي كثيره، وفي هذه الحاله هذه كتبقى لنا مده طويله. ديروا مثال بينا نديرو كارت فيزيت نفرقوها على الناس باش يعرفونا تواصلوا معنا ويشريو البرودوي ديالنا يعني المنتوج ديالنا ولا نقدموا لهم الخدمه ديالنا. درنا مثلا 1000 وحده ب 200 درهم. يعني التكلفه تاع داك النهار تقامت عليا ب 3.33 درهم. الا كنتي درتي الكارت فيزيت بوحدها بتجينا وتحط 3.33 وتطبقها على 60 يوم. فاش تنقول لك طبقها على 60 يوم يعني غادي تطبقها في جونفي وتجي لفيفري حتى هو طبقها عليه 3.33. رجعوا للجدول ديالنا، ووقت ما زدتي شي عنصر كتزاد معاه تكلفة حسب اليوم. مثلا بنا نطبعوا دي كاتالوج تقاموا عندنا مثلا ب1000 درهم، يعني لمدة شهرين هي 16.67. يعني كل نهار بيتقام عليا
ب20 درهم. ووقت ما زدتي عنصر غادي يتزاد معاه هاد التكلفة الإجمالية، وديما تنحطو هاد الخانة اللي فيها التكلفة الإجمالية. ندوزو لي سيرفيس جينيرو، قضية سهلة، هما دوك الخدمات اللي كتستعمل، مثلا ويفي، ابونمون تاع تليفون باش تهضر مع الكليان ديالك، الميناج دي بوست يعني ديك السيده اللي كتجيبها باش تخمل ليك، مثلا الويفي داير 250 درهم، و لابونمون كتقام عليك 199 درهم، وديك السيده مثلا ب 1500 درهم. يعني الاجمالي تاع هاد لي سيرفيس كاملين كل نهار تيتقاموا عليك ب 64.97 لمده شهر. يعني غادي نجيو نطبقوا هاد 64.97 على مدة شهر. آخر طابلو بقى لنا هما لي فخي ديفير، هما دوك المصاريف مختلفة اللي كتخسر، مثلا واحد القهوة، كافي، ديبلاسمون يعني سافرتي لواحد البلاصة باش دير واحد الخدمة، ريباراسيون خسرت لك شي حاجة وبيتي تقادى، كاع هادشي يدخلوا في مصاريف مختلفة. هنا مثلا قامت عليك قهوة تاع مثلا شهر 500 درهم، و ديبلاسمون ب 1000 درهم، والريباراسيون 300 درهم، يعني الشهر كامل تقام عليك ب 60 درهم. يعني غادي نجيو نحطو في الجدول ديالنا 60 درهم في لي فخي ديفير، غادي نطبقوها على الشهر كامل. اما هاد لي زامبو هما اللي غادي نشوفو الفيديو الجاي. ويبيت نذكركم بان كاينين بزاف تاع الناس اللي كيدخلوا واحد المداخل اللي مهمه، مثلا 1000 درهم، وتيكون عند راسو بانه المجموع الاجمالي ديال المصاريف ديالو هي 300 درهم، يعني بقات ليه 700 درهم ديال الربح، على عكس انه عنده 200 درهم تاع المصاريف اللي ما عرفهاش وما مراقبهاش. وداكشي علاش الهدف ديالنا هو نوريوكم جميع المصاريف اللي كتحطوا على المشروع ديالكم، والهدف ديالنا هو نسهلوا عليكم التسيير ديال المشروع ديالكم. وكالعاده اللي ما فهمش شي حاجه هاري كومونتي لينا وحنا غادي نجاوبوه في اقرب وقت. وبلا ما تنساونا اصحاب الفلوس، فاديك جيم او ابوني.